المصري. كانت مباراة من جانب واحد النهارده لصالح نادي الزمالك. كابتن حلمي طولان النهارده يعني مثبت تشكيله وبيلعب بيه التشكيل دايما اللي بيلعب بيه ماتشات معظمها في نادي الزمالك. النهارده في حراسة المرمى جنش، قدامه محمود فتح الله، صلاح سليمان، احمد سمير النهارده كابتن فريق نادي الزمالك، محمد عبد الشافي ناحية الشمال. في نص الملعب نور السيد واحمد توفيق، وثلاثه بيلعبوا تحت احمد جعفر، احمد عيد، عبد الملك مؤمن، زكريا، وعمر جابر. ده التشكيل انا قلته بالظبط امبارح ما عدا عمر جابر، يعني كنا مختلفين مين هيلعب ثالث في نص الملعب، ولكن عمر النهارده لعب وتألق عمر جابر. بالنسبه لتشكيل النادي المصري، احمد الشناوي ان هو كان نجم المباراه النهارده، كريم ذكري، اسلام صلاح، محمود شاكر، عبد الفتاح ناحيه الشمال، اسامه عزب ناحيه اليمين، حسام حسن وهشام عبد الرؤوف في نص الملعب، ومحمد بسيوني والسيد عبد العال وايهاب المصري ومحمد ابو جريشه كاثنين مهاجمين للنادي المصري. من الدقيقه الاولى ونادي الزمالك، انا عايز اتكلم بس في الكره دي، يعني طبعا الكره تبان من اول وهله كده ان هي ضربه جزاء، لكن لما نركز فيها بص الكره اتلعبت بالعرض، عمر جابر الراجل راح لاعب النادي المصري بيطلع الكوره، عمر جابر اللي خبط في لاعب المصري ووقع. يعني بص نتفرج كده مع بعض اهو الراجل هيطلع الكوره وعمر جابر اللي رايح واقع، الراجل ما لمسوش لاعب النادي المصري. فانا مع الكابتن جهاد جريشه، هنا مش ضربه جزاء، هو ما حسبهاش وهي فعلا مش ضربه جزاء، ولكن كابتن حلمي طولان اعترض والجهاز الفني نادي الزمالك اللي هي تبان من الملعب اللي هي ضربه جزاء، لكن في الاعاده مش ضربه جزاء. والكابتن جهاد جريشه وطاقم التحكيم يعني صح 100% في عدم احتساب ضربه جزاء لنادي الزمالك. بعديها بقى توالت الفرص لنادي الزمالك، دي كره عرضيه من فاول داخل ال 18 طلع احمد الشناوي. الزمالك النهارده كان بيهاجم بكل خطوطه، احمد سمير عامل شغل كويس جدا من ناحيه اليمين مع احمد عيد عبد الملك برضو اللي تألق النهارده وكان عامل خطوره كبيره جدا على النادي المصري، احمد جعفر وتواجده داخل ال 18، مؤمن زكريا المتحرك. النادي المصري النهارده يعني ما كانش قادر يخرج بهجمه منظمه من نص ملعبه، محمود فتح الله كمان و صلاح سليمان كانوا يعني بيطلعوا ورا فريق نادي الزمالك ورا نص الملعب، فما كانش فيه مساحات كتير. دايما نادي الزمالك كان بيفسد هجمه النادي المصري من بدري جدا، ودي برضو واحده سهله جدا لعمر جابر، حطها كان المفروض يحطها برجله لكن حطها بدماغه ومسكها احمد الشناوي بسهوله. واحده لاحمد عيد عبد الملك من ناحيه الشمال، محمد عبد الشافي كان بيهاجم، احمد سمير من ناحيه اليمين، احمد عيد كان بيزيد في بعض الاحيان، نور السيد لما كان نور السيد بيزيد تلاقي احمد توفيق واقف. النادي المصري كان بيلعب زون ديفنس، كان بيحاول يملى نص الملعب امام المرمى في منطقه العمق، وكان حتى الاطراف في النادي المصري النهارده ملتزمه من الناحيه الدفاعيه. دي برضو فرصه ضايعه لنادي الزمالك من احمد عيد عبد الملك، اتلعبت حلوه قوي، بصوا داخل ال 18 اهو، اترفعت وبعدين راحت اعتقد لمؤمن زكريا، مؤمن لعبها لاحمد عيد حطها من بره رجله، لكن احمد الشناوي معاه النهارده، احمد الشناوي نجم المباراه. عايزين نعذر النادي المصري انه بقى له فتره طبعا ما لعبش فيه بطوله الدوري الممتاز، والنهارده بدايه قويه مع اكتر فريق في الدوري مستقر اللي هو نادي الزمالك. يعني كابتن حلمي طولان قبليه كان مستر فييرا، هو ده يعني التشكيل اللي كان دايما بيلعب يعني في نادي الزمالك بنفس التشكيل فتره كبيره جدا. دي واحده حلوه قوي لاحمد توفيق وانفراد تام، ولكن طلع احمد الشناوي. بصوا احمد سمير عملها حلوه قوي لاحمد توفيق اللي جاي من ورا، زي ما قلت لكم كان النهارده يعني في تكمله هجوميه من معظم لعيبه نادي الزمالك، حتى لعيبه خط وسط المدافعين، وسعيد جدا بصراحه انا باداء الزمالك النهارده وطريقه كابتن حلمي، طريقه هجوميه بحته. ودي واحده حلوه جدا بيطلعها احمد الشناوي اللي قلت لكم النهارده تألق، يعني شال النادي المصري رغم الخساره 2-0، ولكن هو شال النادي المصري النهارده. النادي المصري في حاجه الى ماتشات، عايز احتكاك اكتر. دي محمد عبد الشافي لم ورجعها لورا واتحط طلعها احمد الشناوي. بص كل دقيقه هجمه النادي الزمالك، كل دقيقه هجمه. ودي برضو فرصه ثانيه في الدربكه كده من ضربه ركنيه، لكن احمد الشناوي تعامل معاها بذكاء، بيتحرك كويس جدا. احمد شكله فايق الفتره الحاليه ما شاء الله. فزي ما قلت لكم النادي المصري محتاج ماتشات عشان الاحتكاك، اللعيبه بقى لها فتره ما لعبتش في الدوري الممتاز، في لعيبه صغيره، في لعيبه كبيره النهارده كانت قاعده على دكه البدلاء زي محمود عبد الحكيم اللي نزل في الشوط الثاني. كابتن صبري مناوي اجرى تغييرين في الشوط الثاني. ودي قنبله من محمد عبد الشافي من ناحيه الشمال، وهو دايما يعني بيسدد الكوره اللي بتسقط من ال 18. بص حطها من مره واحده كده بدون ما يسند، جميله جدا، ولكن مشيت جنب القائم. لا المباراه النهارده في اتجاه واحد، يعني اتجاه نادي الزمالك، او الزمالك هو اللي بيهاجم طول المباراه، النادي المصري
ما كانش ليه اي تواجد هجومي. الزمالك بصراحه ادى جيم عالي جدا جدا من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، من ناحيه الضغط في كل انحاء الملعب. باين قوي ان اللياقه البدنيه لعيبه نادي الزمالك عاليه جدا. عارفين طبعا كابتن حلمي طولان من المدربين اللي بتهتم بشكل كبير جدا باللياقه البدنيه. دي الكره الوحيده اللي نقدر نقول عليها خطر للنادي المصري في المباراه. كره اتلعبت فاول راحت على طول في المرمى، كانت ممكن تخدع جنش وتخش المرمى. اعتقد حسام حسن اللي لعبها. والشوط الاول انتهى 0-0 رغم السيطره الكامله لنادي الزمالك. وبرضه سعيد جدا بملعب الجيش الثالث في عجرود في السويس. الارضيه جميله جدا. فاكرين الملعب ده زمان كان الزمالك بيروح يلعب فيه مع او الاهلي مع السويس، كان ملعب بايظ وكان دايما الكره تبقى عاليه، يعني كانت الفرق كلها تلعب كره عاليه عشان مش عارفين يلعبوا على الارض. لكن ما شاء الله صلحوا الملعب وبقى جميل جدا، وبقى يعني انا شايفه حاجه جميله جدا. هو ممكن بس شويه لما يكون فيه هواء عشان المدرجات قصيره فممكن الهواء يتعب، لكن النهارده ما شاء الله يعني الملعب جميل جدا. بصوا كل دي حتى مع بدايه الشوط الثاني فرص كتير جدا لنادي الزمالك. احمد جعفر حط واحده حلوه برده في الزاويه القريبه طلعها احمد الشناوي نجم المباراه النهارده بدون منازع. بدأ التغييرات بقى كابتن صبري المنياوي في الدقيقه 62 نزل لاعب اسمه عمرو موسى مكان ايهاب المصري. عمرو موسى نزل مكان ايهاب المصري، ودي واحده من نور السيد قنبله، ولكن احمد الشناوي معاها ومظبط حطه وبيتحرك كويس جدا ما شاء الله. وبعدين تغيير لنادي الزمالك، وهو التغيير ده اللي فرق. احمد علي كمهاجم تاني بقى جنب احمد جعفر، وخروج مؤمن زكريا. التغيير ده كان في الدقيقه 64. ودايما دايما افتكروا كلامي، لما الزمالك بيلعب اتنين مهاجمين بيقدر يخلص الفرص اللي بتجيله داخل ال 18، بيبقى دايما في تواجد اكتر بالنسبه للمهاجمين. وبشوف دايما كابتن حلمي بيعمل الطريقه دي، او اللي هو بيلعب باتنين مهاجمين في نص الشوط الثاني، وبينجح فعلا ان هو يسجل اهداف بعد نزول احمد علي. ان احمد علي بيتحرك كويس جدا، احمد جعفر بيتحرك كويس جدا، فبيعمل خلخله في دفاع المنافس. النهارده ده اللي حصل في الشوط الثاني، ودي ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك. وبرضه بستغرب جدا ان نفس الحكم ده كابتن جهاد جريشه السنه اللي قبل اللي فاتت، بص هي ضربه جزاء طبعا، الكره جايه في ايد لعيب نادي المصري، وفي واحده هتيجي بعديها مش هتتحسب، رغم ان الكره اللي جايه اكتر من دي ضربه جزاء. بستغرب جدا السنه اللي قبل اللي فاتت كابتن جهاد جريشه في مباراه الزمالك وطلائع الجيش، انا فاكر المباراه دي كويس جدا، كان الزمالك ساعتها اتعادل مع طلائع الجيش 1-1، وجه لنادي الزمالك 3 ضربات جزاء كان المفروض يتحسبوا برده من حاجات كور زي دي. 3 ضربات جزاء او 3 لمسات يد في مباراه الزمالك وطلائع الجيش السنه اللي قبل اللي فاتت، ونفس الحكم كابتن جهاد جريشه ونفس الموقف وما حسبهاش. والنهارده بيحسب ضربه جزاء للنادي الزمالك، وهي ضربه جزاء لكن نفس الحكم. انا فاكر الموقف ده كويس جدا، كان ساعتها كان يعني كان في هوجه على او هجوم على الكابتن جهاد جريشه، ان كان 3 لمسات يد لفريق الزمالك وما اتحسبوش. النهارده نفس الكره وبتتحسب ضربه جزاء. هنا عمر جابر بيسدد تسديده قويه جدا، واحده حلوه قوي. النهارده الزمالك بصراحه من احلى ماتشاته في بدايه الدوري، ودي حاجه طبعا ايجابيه جدا ان الزمالك في اول مباراه في الدوري يظهر بالمستوى. دايما انت عارفين الماتشات الاولانيه في الدوري بتبقى لسه المستوى مش قوي او لسه الفورمه الماتشات، لكن الزمالك النهارده هايلين بصراحه، انا عاجبني جدا. ده تغيير للنادي المصري بنزول عطيه النشوه مكان حسام حسن، او عطيه النشوي مكان حسام حسن، نشوي مكان حسام حسن. لكن برضه استمر نادي الزمالك في هجومه والفرص الكتير اللي اتاحت له في الشوط الاول والثاني. اهي دي بقى اللي انا بتكلم عليها، دي برضه المفروض ضربه جزاء، يعني دي اكتر من الكوره اللي كانت الكابتن جهاد جريشه حسبها. معلش نرجعها تاني يا جماعه بعد اذنكم، يعني نتفرج على الكوره دي برضه الكوره رايحه في اتجاه المرمى، وخبطه كمان في ايد اللعيب النادي المصري من تحت، مش في كتفه لا من تحت. بصوا دي الكوره الحلوه قوي اللي حشطها احمد سمير وجاد في القائم. عايز اتفرج على ضربه الجزاء دي تاني، وما اتحسبتش لكن نتفرج عليها تاني مع بعض. اهو بصوا كده بيلم اهو، دي ضربه جزاء، الكره رايحه في اتجاه المرمى وايد اللاعب كانت قدامه، وبرده كابتن جهاد جريشه واخد موقف او موقع كويس جدا.
اهو بص كابتن جهاد لا دي راحه في اتجاه المرمى. بص كابتن جهاد جريشه اهي في ايده اهي. اسلام صادق بيقول لي ما جاتش، لا في ايده اهي يا جماعه، ازاي ما جاتش؟ اهي ايده ورا وشه يا اسلام. لا 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 في ايده، وشه ايه؟ صدره ايه؟ ده صدره ناحيتنا اهي. ده ايده، دي ايده اللي رجعت ورا، دي ايده. وكابتن جهاد جريشه شايف الكوره، وكان حاسب واحده قبليها ضربه جزاء للزمالك، دي اكتر منها. لكن طبعا مش عايزين يعني ايه في بدايه الموسم نهاجم التحكيم او كده، لكن احنا بنحكي مواقف او بنتكلم في مواقف حصلت في المباراه. وهيكون معانا بعد شويه احمد علي والهدف الجميل اللي احرزه. بس نتفرج بس على الهدف احمد علي الاول. ده تغيير تاني لنادي الزمالك، اسلام عوض مكان احمد عيد. كابتن بقى حلمي طولان عايز ينشط شويه نص الملعب، ان احمد عيد عمل مجهود كبير جدا في الشوط الاول والفتره اللي لعبها في الشوط الثاني. وبعدين اخر 7 دقائق نزل هاني سعيد مكان احمد جعفر، عشان بقى كابتن حلمي قلق شويه عشان من النادي المصري ممكن يخطف حاجه، فبدا يقفل نص ملعبه. ولكن الزمالك برضه استمر على هجومه. وهنا هجمه مرتده لنادي الزمالك اتعملت حلوه قوي لعمر جابر ناحيه اليمين اللي عملها احمد علي. واحمد علي لما احمد الشناوي حلو قوي وحطها بيمينه. وما شاء الله احمد علي من ساعه ما انضم لنادي الزمالك وهو متالق، ودايما يعني بينزل يسجل اهداف ويبقى ليه دور مؤثر جدا في هجوم نادي الزمالك. نروح لاحمد علي ومعايا على التليفون، اقول له مبروك على الفوز النهارده، مبروك على